أنا من مشجعي البشير أحمد مسار، من مشجعي الفروسية. والفروسية هي كنسيج اجتماعي ومنشط ترفيهي جميل جدا جدا. ونشكر السيد الرئيس وحي الجمهور وحي ملاك الخيول وحي السايسين وحي الجواكية بصفة عامة. تسلموا وتكرموا من الجنينة غرب دارفور. شكرا كثير. نحيي الفروسية، فروسية الجنينة بعامة بصفة عامة بكل الجماهير والشركاء من برا وداخل الجنينة وكل المشاركين. حاجة جميلة جدا وحاجة فروسية رياضة جميلة جدا بكل العالم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. الشكر كل الشكر لرئيس النادي العميد موسى حامد دوداي لدعمه السخي، ونتمنى للفروسية النشاط انه يكون نشاط يعني متواصل، واتمنى ولايه غرب دارفور تزدهر في الفروسيه، والفروسيه جسر بتاع التواصل واجتماعيات، ونتمنى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لنادي الخيول، نادي الخيول في ولايه غرب دارفور الجنينه، ونشكر السيد الوالي ونشكر لجنه السلم والمصالحات، وتحيه والله للخيول ان شاء الله، وربط النسيج الاجتماعي في ولايه غرب دارفور من غير فرز. فدي حاجات جميله جدا والله. فنحن بنشكر السيد القائد محمد حمدان دقلو، وبنشكر لجنه التاسيس على هذا الفعل الجميل وعلى هذه العربات من الجوائز. الله اكبر. نحن الليلة في يوم سعيد ويوم عظيم بمناسبة افتتاح ديربي الجنينة، ونشكر كل الحضور، ونشكر الإعلاميين والسيد رئيس النادي، ونشكر كل الناس الذي جونا في هذا السباق. والتحية أخواننا للجمل الساحل الغربي الذي أحرز الدرجة الأولى في سباق الهجن، والمالك أخونا شارع علي أحمد، وأخواننا الجنينة والله تنعم من نسيج اجتماعي جيد ونسيج اجتماعي جميل وكل ألوان الطيف. أخي العميد موسى حامد دودايا رئيس نادي الجنينة لسباق الخيل وممثل الفرقة ورئيس السلم والمصالحات، أسمح لي عبر منبرك هذا المتواضع أن أحيي باسم حكومة ولاية غرب دارفور هذا الجمهور المترامي الأطراف العريض الذي يمثل الجنينة بكل أطيافها. هذه اللحمة اليوم نحن نحسد عليها حكومة وشعبا ملتفين حول هذه الراية، راية الفروسية، وهذا إن دل إنما يدل على أن هذه الرياضة هي رياضة التراث وريادة الأجداد، وهي تمثلنا. ومن هنا نهدي هذا التلاحم وهذا التلاغي الوجداني نهديه لشهدائنا في دولة تأسيس دولة الحريات والعدالة. من هنا نجزي هذه الرسالة لكل العالم. نحن اليوم في الجنينة في أمن وإطمئنان، تظلنا السماء وتقلنا أرضنا الطاهرة إن شاء الله. هذه اللحمة نحن نصطف كما نصطف في صفوف الصلاة، وكما نصطف في صفوف القتال نصطف في صفوف الرياضة. من هنا نحن نحيي كل الذين شاركونا هذه الفرحة في افتتاح 2026، إخواننا في جارجات، وإخوتنا في زالنجة، وإخوتنا في نيالا، وكل الأندية الرياضية في المحليات. نحن لضيق الزمن لا نريد أن نطيل عليكم، ولكن نوعدكم نحن كحكومة ندعم دعما سخيا لهذه الرياضة إن شاء الله. كما نشكر كل الذين ساهموا في أن تكون هذه الرياضة بشكلها بهذا الشكل. طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الليلة ودعنا 25 استقبلنا 26. الاحتفال أسمح لي بعبركم جميعا المكتب التنفيذي لسباق الخيل. أسمح لي نحيي الأخ ممثل الوالي الأخ إسماعيل جازم، والأخ النائب حمدان عبد الله ساكن، حمادة عبد الله ساكن، والأخ النائب عبد الله صوصر،
والأخ المكتب التنفيذي كلكم، الأخ المالي والزكاتير ورئيس الملاك والجوكية ووكيل الوكلاء كلكم وبتاع الحكام وبتاع القيام. اسمحوا لي نحيي الأخ الوالي التجاني الطاهر كرشوم رئيس ولاية غرب دارفور الجنينة. الليلة الأخ محمد حمدان دقلو موسى رئيس دولة تأسيس فتحنا بالشهداء، أكرم مننا جميعا. أحيي الشهداء وحيي أخواننا في الميدان وحيي الأخوة المكتب التنفيذي الأخ الحلو والطاهر حجر، أخونا صندل، أخونا التعايشي. أول حاجة الليلة هذا الصبغ الافتتاح للشهداء برعاية الأخ الكريم رئيس لجنة السلم والمصالحات العميد موسى حامد مبيلو ورئيس اتحاد الفروسية. يا جماعة يسلم عليكم السيد اللواء إدريس حسن إبراهيم، ويسلم عليكم الأخ الوالي لعذر وممثل الأخ إسماعيل جازم في حفظكم إن شاء الله. هذه الرياضة يا جماعة دور يعني سلم ومصالحات مع الرياضة مقرونات مع بعض. الرياضة سلام، الرياضة محبة، الرياضة خير، الخيل في نصين الخير. أول حاجة يا أخواننا أن إحنا الخيل دي لما الناس اللي بمسك الخيل راجل فارس، وفي ناس الليلة رابطين 4 حصان.